صاحبك، فهمتي؟ من بعد ما كنتي كتسبها وليتي كترطب معاها ودخلت معاك الاخرى اللي هي كتطلع معاها في اللايفات، سيما اذا راه كانت العمليه مفهومه باينه بان حلقه الوصل راه كاينه، فهمتي؟ وديك 5% درعتك فيها، لانني نتحداك ولا اي واحد ولا جلال براسو، شي جلال براسو نتحداه يطلع يقول لكم راه جا ايميل الخدمه من الالمان. هو جلال يطلع يقول لكم راه غيدير لايف، ويطلع جلال ياكد لكم واش كاينه الهضره ولا ما كايناش. عمرني صيفط انا ايميل، جامي جامي. منيا صيفطات لي ديك الشيء اللي كانت غتصيفط عندي بصح، صيفطات لي منيا ديك الشيء، ولكن انا ما صيفطش الايميل. تقدروا تعتبروها آه عرض، رد تقوليبه لمنيا اللي دارت ليا في القضيه ديال الايميل د مالك، اللي انا في الاصل ما عندي حتى علاقه به وما كنتش باغي نكتبو، وطلبني جاد للامانه ومنيا انني نكتبو، اما انا ما كنتش غنكتبو، طلبوني للامانه، راه للامانه. المهم انا كنقولها للامانه، بغى بنادم ياكد ينفي يكذب، هذا الشيء شغلو هذاك. انا للامانه حدا الله سبحانه وتعالى عارف النيه ديالي في هذاك النهار في هذيك القضيه، ما كنتش باغي، ولكن غلط، بصح غلط ماشي غلط حقاش انا كتبت الايميل، لا راه بصح هذاك الدري راه كان كيتهضر، هذاك الدري راه كان كيتهضر وشفناها اونلاين كاملين، وكاملين عقبتو على الضرر ديالو اللي كان كيدير ليه هاك نيوز. ونورمالمون من بعد التعقيب على الضرر اللي كان كيطرى ليه من هاك نيوز، كانت الخطوه الثانيه هي التبليغ. على مال مالك ما مشاتش دارت شكايه، هي ملي تضرات مشات، ومن ديك الدري ما عندوش الحقوق ديالو، عنده حتى هو خص يبلغ عليه حساب صابون. داكشي داز لايف في لايفات، وانا مع سميره في ديك الوقيته كنت كنقولها ليها، كنقول لها ما عندوش الحق يستعمل قاصر باش يسب بنت قاصر ويقول لها غندير لك ونفعل لك. انت نقول لك دابا سميره تفكري المواقف ديالنا معاك، فهمتي؟ تفكري المواقف ديالنا معاك كيفاش كانت. ما علينا، نكمل معاك